كتحيري شنو توجدي الكوتي اولا لانش الوليدات؟ ما عليك غير بهاد البريوش، كيجيو مقطنين ومفشفشين، واهم حاجه ما كياخدوش وقت كتير وبلاد لك بلا تماره وساهلين دغيا توجديهم وكيخرجوا كميه وفيره. فقبل ما نبداو الفيديو ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم وانضموا للصفحه باش يوصلكم جديد، وحفظوا الفيديو عندكم حيت غادي تحتاجوه ان شاء الله. ونبداو على بركة الله. كنحتاج هنا فواحد الاناء كاس ديال الحليب مدفي، وكاس ديال الماء دافي، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، ومعلقه كبيره ديال السكر، 3 د المعالق ديال الدقيق الفرص. وكنخلط المكونات مزيان، ومن بعد غادي نغطيه وغادي نخليه قسمين حتى لربع ساعه بما تفاعلت لينا ديك الخميره. ومن بعد كنرجع ليه، كنضيف ليه هنايا 2 معالق كبار ديال السكر، وكيس واحد من النسمه ديال الفاني، بيضه واحده، وقبيصه ديال الملحه ولا معلقه صغيره ديال الملحه. ومن بعد غادي نزيد كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه، وغادي نخلط المكونات مزيان حتى كتنسجم ديك المكونات. ومن بعد غادي نزيد ليهم الدقيق، كيحتاج انا 5 الكيسان ديال الدقيق الابيض. ومن بعد كنشوف عيني ميزاني الا بانت لي مازال ما تلمتش العجينه، لانه كاين الدقيق اللي كيتشرب والدقيق اللي ما كيتشربش. انا ضفت هنا 5 الكيسان ديال الدقيق الابيض بالعبار، زدت ليهم كيس واحد من الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. كنخلط المكونات غير بملعقه خشبيه، ما نحتاج لا ندلكها، ما كتعذب فيها ما حتى شي حاجه. صافي غادي نجمعها هنايا غير بملعقه خشبيه. بعد ملي غادي تجمع ليا العجينه، غادي ندهنها بشويه ديال الزيت. ومن بعد غادي نجمعها ونغطيها بشي بلاستيك غذائي، ونخليها حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. من بعد ملي غادي تختمر وغادي يتضاعف الحجم ديالها، كنفرغها من داك الهواء اللي فيها، وغادي نقسمها ل 16 قطعه باش كيجيو البريوش ديالنا متساويين وحجم ديالهم متوسط، ما يجيوناش كبارين وما يجيوناش صغارين. صافي انا غادي نقسمهم ل 16 قطعه. من بعد غادي نشد اول قطعه وغادي نسرحها فوق سطح العمل، وغادي ندير وسط منها الشوكولا ديال الدهن. ومن بعد غادي نجمعها الجنيبات ديالها كيف ما الطريقه اللي موضحه في الفيديو. نحاول ان الشوكولا ما نقيسهاش في الجنيبات ديال البريوش باش العجينه تشد لينا وما تحلش لينا في الفران. صافي انا غادي نجمعهم كاملين بنفس الطريقه، وغادي نحطهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفران، وغادي نخليهم حتى يختمروا. من بعد ملي غادي يختمروا غادي نسخن الفران على 180 درجه من فوق ومن تحت. وغادي ناخذ واحد الصفار ديال البيضه اللي غادي نكون خلطها مع قطرات من الخل وشويه ديال الحليب، غندهن بهم البريوش ديالي من الوجه ديالهم، وغندخلهم للفران ونخليهم يطيبوا على الراحه ديالهم حتى كيبانوا ليا تحمروا وخداو داك اللون الذهبي. من بعد كنخرجهم كيكونوا واجدين. جربوهم، راه كيف ما كتشوفوا كيجيو مقطنين وهشاش وكيجيو رائعين. غادي تجربوهم ما غاديش تندموا عليهم، وبالصحه والراحه.